يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا مساء التفاؤل على احلى متابعين في الدنيا، متابعين يوميات دودو. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده. النهارده الفيديو يستاهل منكم مليون لايك. هنعمل مع بعض النهارده الفراخ المقرمشه او الستريبس بطريقه سهله وبسيطه. عايزه اقولك مش هتبطلي تعملي الطريقه والتتبيله دي، فظيعه جدا، سهله جدا وبسيطه. ولا الرز الريزو، رزايه من رزايه وحاجه كده غنيه وتحفه وتستاهل بقك. ايه رأيكم بقى في الجمال كده اللي لسه طالعه كده من النار؟ الرز بيدخن وكمان الفراخ مقرمشه جدا وطريه من جوه، حاجه كده وهم ما شاء الله لا قوه الا بالله. فظيعه وطريقتها سهله وبسيطه والتتبيله مميزه وبسيطه جدا. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولو لسه اول مره تشوفي قناتي اشتركي معايا في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اعملي سبسكرايب للقناه وكمان اعملي شير مع اصدقائك وحبايبك للفيديو. تعالوا كده نشوف احنا هنعمل مع بعض النهارده ايه. هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام ونجيب القطاعه بتاعتنا كده. ومعايا هنا كيلو من البانيه او كيلو من صدور الفراخ او الدجاج. هعمله صوابع زي ما انتوا شايفين، صوابع سميكه كده مش زي بتاعت البانيه خالص، يعني الصدر زي ما هو غسلاه ونقعاه في محلول النقع بتاعنا، ملح وليمون وخل وكمان معلقه سكر. طبعا بعد ما غسلناه ونضفناه كويس جدا بالدقيق والملح. انا كان عندي الفرارجي هو اللي مقطع لي كده التقطيعه اللي انتوا شايفينها دي. في قطع بقى منها عايزه تتقطع زي ما انتوا شايفين صوابع. بحب كده الفراخ بتاعتي تكون طويله كده، مش عايزاها زي ما بنجيبها من بره بالظبط. ولادي بقى عايزين ياكلوا بره، قلت لهم ليه ناكل بره واحنا ممكن نعملها باقل وابسط طريقه كده في البيت، وحاجه بجد يعني احسن واطعم من بره، وحاجه انا اللي عاملاها، حاجه نظيفه، كل حاجه عندي مغسوله وزي الفل. بصوا عايزه كده الصوابع بتاع الفراخ كده تكون سميكه بالشكل ده. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونشوف التتبيله بتاعتنا الخطيره. نص كوبايه كده من الدقيق، كوبايه الا ربع من الدقيق، نص كوبايه من النشا، هضيف عليهم معلقه من الكركم، نص معلقه من البابريكا، توم بودر، بصل بودر، زعتر، روزماري. ده روزماري، لا ده زعتر وده روزماري، وتوم بودر وبصل بودر وجنزبيل وكمون وكزبره وكل التوابل اللي عندك بالشكل اللي انتوا شايفينه، من كل حاجه ربع معلقه كده. وسر التتبيله بتاعتنا النهارده هو مكعب ماجي. وكمان هظبط الملح بتاعي، يعني قولي كمان معلقه ملح صغيره، وعلبه زبادي، الزبادي البلدي او الزبادي الشركات، وعندي هنا كمان بضايه، ومعلقه توم مفروم كده متحبش زي ما انتوا شايفينه، فلفل كده. ده بتاعت التوم ده كنت عاملاه معاكم للتتبيلات. عندي 3 ليمونات ما شاء الله كبار كده، لو عندك الليمون اصغر من كده ممكن تحطي 5 6 من الليمون، مهم جدا. اهو يعني ما شاء الله النص الليمونه مش جايه على قد العصاره بتاعت الليمون. وجبت هنا نص كوبايه من الحليب وهضيف نص تاني. هقلب بس بالراحه كده، هدمج كل الخليط اللي معايا ده. مش عايزه القوام يبقى سايل، عايزاها زي قوام الكيك كده. هدمج كويس جدا بس كده عشان يبقى ما فيش اي تكتلات ويبقى القوام معايا كريمي. هجيب نص كوبايه من الحليب تاني، هضيف حبه بحبه كده لغايه ما اوصل للقوام زي قوام او خليط الكيك. بصوا عايزه اقول لكم الريحه فظيعه والله العظيم، جامده جدا. هضيف كمان معلقه من الصويا صوص اهو، بتدي طعم حلو قوي. لو مش موجوده عندك مش مشكله. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره جدا والله العظيم، ريحتها وطعمها وهم. هجيب هنا كده ال7 بهارات بعد طبعا ما ضفنا الثوم البودر والبصل بودر وكل البهارات اللي احنا اتفقنا عليها وقلناها.
هدي تقليبه كده، وهنزل بقى بصوابع الفراخ بتاعتي وهقلب كده زي ما انتوا شايفين بايدي، ما ينفعش بمعلقه، لازم كل القطع عندي كده تتغلف بالتتبيله الخطيره دي. مش بحطهم مره واحده، حبه بحبه، وادمج كويس جدا عشان عايزه كله يتغلف ويتشرب من التتبيله الخطيره دي. طبعا عندكم التتبيله غنيه جدا، حلوه قوي، بيض وحليب ودقيق ونشا. وبصوا عايزه اقول لكم غنيه جدا جدا مع قطع الفراخ كده. ومش هنسيبها بقى تتبل قبلها بليله ولا اي حاجه، بالعكس نص ساعه بس كده عقبال ما نعمل الرز الريزو. هندمجهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هنروح على طول نعمل الرز مع بعض. هنجيب بس منديل كده، وكمان نمسح البوله بتاعتنا ونسيب بقى حتى مش هدخلها التلاجة ولا حاجه، هسيبها على المطبخ كده لحد ما اعمل الرز. بصوا جمالها، ريحتها فظيعه جدا. هنا كده حله كده كبيره وحبه زيت حلوين زي ما انتوا شايفين اهو، وبصلتين مفرومين، وهخلي الزيت يسخن وهنزل بالبصلتين وندي تقليبه. مش هحمر البصله ولا حاجه، انا هسيب البصله بس تدبل معايا، وبعد كده هضيف البهارات بتاعتي، بهارات الريزو، كركم، بابريكا، حبه من الكمون، حبه من الفلفل الاسود، حبه من الكزبره، وهدي التقليبه. هو بس هحط نص معلقه من الكركم والبابريكا، وبعد كده من كل حاجه ربع معلقه. هنزل كده بمعلقتين من الصلصه او الكاتشب، ده ينفع وده ينفع. وعندي كيلو رز كده غسلاه ومصفياه، وهدي تقليبه. وانا حاطه على العين التانية زي ما انتوا شايفين ميه هتغلي. لو عندك شوربه اغليها واشتغلي بيها، انا ما عنديش شوربه فهجيب ميه وهضيف مكعب من الماجي اهو من مرقه الفراخ. هظبط الملح كده عندي. عايزه اقول لكم جربوا بقى، ادي المكعب الماجي بديل الشوربه. وبعدين دي كلها بهارات، لو انت حابه ضيفيه، مش حابه خلاص. عندي هنا 3 معالق من العسل الاسود، ما بيديكيش طعم مسكر ولا حاجه خالص في الرز، يعني طعم العسل ما بيبقاش باين خالص. وهنا هاخد كمان معلقتين من الصويا صوص، بيدي لون وطعمه برضو حلو قوي ومميز للرز بتاعنا. يبقى عندي الفراخ المقرمشه غنيه جدا، وكمان الرز الريزو غني وقيم كده في نفسه، يعني حاجه كده تقدميها. ممكن تعملي الرز الريزو ده لوحده كده وتقدميه لاولادك بألف هنا وشفا، قيمه غذائيه عاليه جدا وحاجه كده فوق الوصف. هنزل كده بالميه بعد ما ظبطت الملح بتاعي، وكمان كل حاجه بقت في التمام وتستاهل منكم مليون لايك. وهوطي بقى على الرز بتاعي، ضفت ميه على الرز بتاع نص عقله صباع كده، وبتوطي عليه وتسيبيه بقى لما يستوي الرز عندك. هنا معلقه كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه من النشا، وبرده هتبل عندي الدقيق ده كركم وجنزبيل وبابريكا وملح، وحبه من الكمون، كزبره، فلفل اسود، وهقلبهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين. ده بقى دي السايله من السايله على الخليط اللي هو الجاف ده، الدقيق ده الجاف. وهتنزلي كده تبطني كده عندك الفراخ المقرمشه او الستريبس كده، وتضغطي زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى الخرفشه اللي فيها من قبل ما نقلي ولا اي حاجه. بصوا انا بضغط ازاي، بنزل كده في الدقيق واضغط جامد جدا كده على الدقيق بتاعنا. وجايبه طبق كبير كده برص واحده جنب واحده، ما تحطيش على بعضه، ولا هندخل بقى فريزر ولا اي حاجه، هنقلي وهيبقى مقرمش وحلو قوي معاكي. عايزه اقول لك جربي بقى طريقه الفراخ المقرمشه، انا عملتها قبل كده بطريقه تانية كانت مميزه جدا، بس دي تتبيله تانية بس برضو وهم فيها تركات ومميزات غير التانية، والاتنين احسن من بعض. بصوا بنزل بالقطعه قطعه واحده بقطعه واحده كده، وتضغطي تغلفيها كويس جدا. الايد في
في البوله اللي هي فيها الدقيق الجاف، وايد التانية بتجيب من اللي هي من الفراخ السايله اهو، عشان ما تبهدليش عندك الدنيا. ايد لدي وايد لدي، واضغط جامد كده. بصوا بقى شكلهم ابتدت عندي كده الفراخ تشرب الدقيق او التتبيله الجافه دي. هرجع تاني ابطنهم تاني بالدقيق، اللي هو عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه من النشا، وبرضو نبهرهم كده فلفل اسود، كمون، كزبره، بابريكا، كركم، من كل حاجه كده ربع معلقه. البابريكا والكركم نص معلقه ومعلقه. وعندي الرز ما شاء الله، بصوا جمال، استوى بقى زي الفل، ورزايه من رزايه مفلفل وحاجه كده من الاخر. جبت الوك وزيت غزير كده في الوك، وتخلي عندك الزيت يسخن، وتنزلي كده بسم الله بقطع الفراخ اللي معاكي. بصوا بقى جمال الفراخ، من اول ما بتنزل كده بتبقى واخده لون ذهبي كده وجميل جدا، ومقرمشه من بره، وكمان حلو قوي وطريه من جوه ومستويه. اول ما بتاخد عندك اللون بصوا تختبريها طبعا بالشوكه كده، بتبقى زي العسل، استوت وجميله جدا. على طبق كبير كده عليه مناديل مطبخ، وتخرجي عندك القطع الفراخ ما شاء الله، لا شاربه زيت ولا اي حاجه. هقلب كده بجد. جربوا الطريقه دي، وجربوا التتبيله دي، وجربوا الرز بجد والله العظيم. لو عاملاها في عزومه هتعجب ضيوفك جدا، هتعجب ولادك وجوزك جدا جدا، حاجه كده بجد تحفه. وطعم التتبيله وطعم الفراخ والله العظيم ياخد العقل، حلو قوي. وهكذا بقى لغايه ما هخلص الكميه. انا مش بقلي الكميه كلها، تقدري تعملي الخطوات دي لو انت بتشتغلي، وتحطها عندك في الفريزر بعد ما بتغلفيها بالدقيق، ووقت تطلعيها بس على وقت التحمير. وهنا كنت خلصت ما شاء الله على شيبسي كده للولاد مع الكاتشب، حاجه كده وهم. وطبق كمان من الرز. لو انت بقى بتشتغلي جربي الفراخ دي، هاتي كميه كبيره واعملي بنفس التتبيله، وغلفيها وشيليها عندك في اطباق كده او في اكياس، وحطها في الفريزر، وطلعيها وقت التقديم او وقت ما على التحمير على طول، وتقدمي لاولادك وتعملي الرز. مش هتاخدي معاكي نص ساعه تكوني عملتي احلى شويه فراخ مقرمشه او ستريبس كده مع الرز الريزو. عايزه اقول لك شوفي الاكله دي هتكلفك بره كام في الوقت اللي احنا فيه ده. احنا عملناها بطريقة سهلة وبسيطة، حاجة كده بجد تستاهل منكم مليون لايك. وعايزة كومنت حلو منكم، وجربوها واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم بقى في الجمال ده، وايه رأيكم في الطعم. عايزة اقول لكم انا واثقة ومتأكدة انها هتعجبكم جدا. يا رب يا حبايبي الفيديو ينال اعجابكم، وسلام عليكم.